السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض حواوشي الفراخ بطريقة حلوة جدا جدا واقتصادية وسهلة، ويعني وجبة سريعة جدا جدا، وهنعمله بكمية حلوة خالص. انا عملت من الربع فرخة، ربع صدر الفرخة، عملت منه حوالي 9 رغيف من الحواوشي. يعني انا معايا هنا ربع بس من الصدر الفرخة، ومعايا حوالي 5 قرون من الفلفل، حوالي 3 بصلات، و3 معالق من الدهن، وبيضة، وفلفل اسود، وتوم باودر، وبصل باودر، وبابريكا. تمام. انا هضرب البصل والفلفل وهفرم الفراخ في الكبة. تمام. وبعد كده هبدأ بقى، انا هنا فرمت الفراخ الربع الصدر، وهنا فرمت البصل والفلفل، والبيضة قدامي معايا، ومعايا هنا 3 معالق من الدهن، هي اللي تخليه طعمه حلو جدا. انا هنزل دلوقتي بالبصل والفلفل على الفراخ. تمام. وبعد كده هبدأ اعجنهم كويس جدا مع بعض، بجد هتبقى طعمه حلو جدا جدا مع البهارات مع البصل والفلفل. هيبقى طعمه حلو خالص، جميل بجد واقتصادي وحلو خالص. بعد كده ببدأ انزل ب3 معالق من الدهن، هو اللي هتخلي لك الطعم حلو خالص وطري. وبعد كده البهارات بتاعتي الفلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا وبهارات فراخ. وبعد كده البيضة دي عشان اللحمة ما تكشش معايا في الرغيف وتبقى طعمه حلو برضو. وببدأ اعجن كله ببعضه خالص. وملح، تحطي الملح اللي انت عايزاه، يعني على حسب احتياجك للملح قد ايه. تمام. وببدأ اعجنه وبسيبه حوالي ربع ساعة لغاية ما ابدأ اجهز العيش. وبعد كده ببدأ احشي. انا هنا كنت عامله العيش ده، انا ببدا اعمله مش بسويه جامد، علشان انا ببقى عامله حساب ان انا هعمله حواوشي. انت لو هتشتريه من عند المخبز تقولي له انا عايزه عيش حواوشي، هو هيدولك مش مستوي قوي كده. تمام. انا هعمل لكم ان شاء الله باذن الله فيديو طريقه العيش نعمله ازاي مع بعض. انا ببدا افتحه بالمقص، بيبقى اسهل بكتير عشان ما يتبهدلش معايا بالسكينه، فتبداي تفتحيه بالمقص. وبعد كده بنبدا نحشي. يعني انا عملت معايا الكميه دي، عملت حوالي 9 من العيش من رغيف الحواوشي. يعني لو انت هتعملي صدر كامل ممكن يعملك حوالي 20. بجد حلو جدا واقتصادي وطعمه لذيذ قوي وسهل، ويعني وسريع خالص. انا ببدا بعد كده احشي. بتحط كميه الحواوشي وتدوس عليها بالمعلقه. ولو عندك بقى جبنه رومي، جبنه موتزاريلا، جبنه شيدر، اي جبنه عندك باقيه في التلاجة ممكن تحطي على الرغيف من فوق، هيديله طعمه حلو جدا. تمام. ما عندكيش خلاص مش مشكله، يعني عادي هيبقى حلو برضو كده. انا كان عندي جبنه موتزاريلا، ببدا ارش رشه كده على الرغيف من فوق، هيديله طعمه حلو كده، والاطفال بتحب الحاجات دي. خلاص بتحطي كل رغيف كده حبه كده قليله. ولو عندك جبنه رومي عادي حطي، بس كده ساعتها هتقللي الملح اللي في خلطه الحواشي، عشان الجبنه الرومي بتبقى مالحه، لكن الجبنه الموتزاريلا بتبقى ملهاش طعم، يعني ملحها قليل جدا جدا. تمام. ويا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشترك عشان يوصل له كل جديد، ولايك وشير، وباذن الله الفيديو يعجبكم. انا ببدا هنا احط برضو جبنه، تحطي الكميه اللي انت عايزاها. انا قلت لك ما عندكيش عادي مفيش مشكله. انا هنا كنت خلصته، عمل معايا 9 رغيف من الحواوشي. انا ببدا اسويه على الجريلا من فوق، ببدا احط معلقه سمنه او زيت عادي مفيش مشكله، وببدا بعد كده بسويه على الجريلا من فوق. خلاص. وبتقلبي الرغيف على مرتين، يعني وانت بتسويه تقلبيه مرتين كده بحيث، وتضغطي عليه بالمعلقه. انا هنا كنت حاطه معلقه سمنه ومعلقه زيت مع بعض. تمام. وبعد كده بتبداي تسوي بقى الحواوشي براحتك. ممكن تسويه في الفرن، لو عايزه تسويه في الفرن هتدهني وشه من فوق الماده الدهنيه بتاعت براحتك اللي انت عايزاه، وبعد كده تدخليه الفرن وتقلبيه عادي. هنا انا بوريك ان هي الجبنه الموتزاريلا بتبدا تسيح معايا، بجد حلو جدا، تديله طعم حلو خالص. خلاص. وبعد كده تبداي تقلبيه. وبقى انا كده خلصت الكميه. بجد حلو خالص ولذيذ وسريع. ممكن تعملي سلطات معاه، السلطه اللي انت حباها، توميه، سلطه الحواوشي، الطماطم اللي احنا عارفينها. بجد حلو خالص ولذيذ واقتصادي جدا جدا جدا. وطعمه بجد هايل خالص. ويا ريت الفيديو يكون عجبكم ان شاء الله باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.